السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مسلسل جديد من الفقرة والحصة تاعنا. مين فينا حيكون نوميني؟ النوميني تاعنا تاع اليوم خاوتي راح يكون رئيس الرابطة تاع النابا. شكون هو رئيس الرابطة تاع النابا؟ وشكون هما الناس اللي دايرين به؟ وشكون هو الإنسان اللي في مساندو في ظهره؟ وماذا يحدث؟ أنا إنسان كي نشوف حاجه تاع فساد انا نجي نتكلم عليها. تسمى واحد، شوفوا خاودي، انا واحد منهم روح سمير بشير، بودراعه، قاع عزيزه، ما شوف انا ما نقول بالتهديدات، ما نقول بكدا، ما نقول بحد شيء. هذه باش ديوها من اول الفيديو بعد. انا ما نقول بوالو. انا حاجه تخدم خدمه مريقله نجي نتمنها كي تخدم تبدا تخرود وتبدا تدور، لازمني نجي نكشف. انا نجي نهضر خاوتي. الموضوع تاعنا تاع اليوم هذا تكلمت فيه سابقا بصح تكلمت فيه على انسان. الناس اللي تتبع قناه في الشبكه الفيديو تقدر تروح ترجع له، باسكو راح نبداو هذوك. بدينا في فقره جديده من فينا يكون نوميني. لازم درك خاوتنا لازم نفهمهم اللي ما شافوش الفيديو. في رابطه عنابه كان انسان اسمه صالح الفرطاس. صالح الفرطاس هذا 10 سنوات تكلمت عليه، وتكلمت على رئيس الرابطه هو نجيب بوراق. هذا هو رئيس الرابطه، وني داكور. هذا صالح الفرطاس يتعامل مع ماناجر ما عنده حتى منصب في الرياضه، بصح دار اموال. كيفاش لازم الدوله تاعنا تروح تشوف كيفاش. هو بودراعه هذا هو الذراع الايمن تاع سمير بشير. سمير بشير شكون هو؟ سمير بشير هو المنسق اونتر ليك في 9 والفيدراليه، ودركا راه مدير الديوان، وهو البرادروا تاع وليد صادي. يعني شوف السلسله، وليد صادي عنده بوزناد، وعنده العلبه السوداء مدام سليمه مرحبا بك، وعنده سمير بشير شكون هو البرادروا تاعو؟ هو بودراعه ماناجر تاع وش؟ تاع الخرطي. كيفاش دار دراهم؟ هاي باينه كيفاش دار دراهم بالفساد. وكانوا في تواصل مع صالح الفرطاس هذا. لما جاء نجيب بوراق على الرابطه تاع النابه تكلمنا له على صالح الفرطاس هذايا، باللي هذا الانسان راهو عنده شبهات كدا 10 سنين ويتحكم من عندها دركا ابيبري شهر ونصف شهرين. راح صالح الفرطاس راح من المنصب اللي كان فيه. انا رحت باش نبحث، باش نقول حاجه شابه صرات انه صالح الفرطاس هذايا يعني تكلمنا عليه وجا وقته راح حاجه شابه. ماذا بينا غدوه نزيدو نشوفوا بودراع هذايا تحقيقات مع الدوله. ماذا بينا نشوفوا النوميني. وجد لي روحك سفيان بوطبه، وجد روحك سفيان بوطبه، انت كبت قيل خلاص. انت ما عليناش خاوتي. رحت نبحث في الموضوع، ولا قلت لكم خاوتي اليوم النوميني تاعي لا. رحت نبحث في الموضوع، ثم درت وعاودت رجعت الموضوع هذا. حبيت نفهم نستفسر انا سفيان بوطبه هذايا. دخلت في سفيان بوطبه، من بعد سفيان بوطبه نهبط ديريكت. قلت نو، قبل ما نروح سفيان بوطبه نروح نطلع هذا صالح الفرطاس. قلت صالح الفرطاس كيفاش حتى نراح صالح الفرطاس. بديت نستفسر انا قلت عادي، جاء رئيس رابطه جديد خدمه تكلمنا عليه اوب نحاه. إبا حسب المعلومات الأخيرة أنه صالح الفرطاس مش كما نقولوا أقيل من المنصب تاعو، إنه هو اللي راح. صالح الفرطاس يسمح في المنصب هذايا. سبحان الله. نتمناو الشفاء للوالد تاعك مسيو صالح فرطاس. نتمناو له الشفاء. انا شفتي انا كنت قاعد مشك في المنصب، ما نهضرش عليك انا ما نقول لك والو. دونك خرجتي من المنصب تاعك ربي يسهل. بصح حبيت نستفسر خاوتي، لازم تتبعوا معايا الحكايه دي، حكايه شابه. رحت نستفسر على الموضوع تاعو انا، لقيته هو اللي راح. كيفاه صالح الفرطاس هو سمح في المنصب تاعو؟ وي قال لك صالح الفرطاس طيش الكوارد وقال لهم ما نخدمش معاكم نروح. بعد اكثر من 10 سنوات تسمح انت وتروح؟ وعلاه مسيو صالح سمحتي في المنصب هذا؟ لحنا انا واحد من الناس كنت حابه يروح، بس حيروح باقاله يبعدوه ينحيوه كدا، بس هو يسمح ويروح. كاينه مشكل هنا. بدا شنو في التحريات تاعو. وش هو المشكل تاعك انت مسيو صالح فرطاس؟ المشكل انه رئيس الرابطه مسيو نجيب بوراق الشاب الطموح. استنى خاوتي نسمعكم برك انا، باسكو اخوك كلش باللي براب ما نهضروش باش نهضروا احنا. نسمعوه ترى. شكرا على هذه الدعوة، بارك الله فيكم. اليوم
أشكر أعضاء الجمعية العامة اللي أعطونا الثقة الكبيرة هذه. الثقة هذه اللي هي عبارة عن مسؤولية كبيرة اللي راح نتحملوها، ورفقة أعضاء المكتب المسير المنتخب. المكتب المسير هذا المشكل من الشباب، نحاول نشرفوا الشباب ونكونوا خير سفراء للشباب، ونحاول نقدموا الإضافة اللازمة للرابط الجهوي لكرة القدم عنابة، ونخليوا البصمة تاعنا إن شاء الله. ونكونوا على قدر على قدر المسؤولية. هذه المسؤولية الكبيرة والكبيرة جدا، والتحديات الكبيرة التي تنتظرنا في هذه العهدة الأولمبية 2024-2028. الله يبارك. طموح سياسي، عبالك الديسكور تاعو تاع طموح سياسي، سبحان الله. 2024 2028 انا في 2026 ميسيو نجيب 2026 اعطيني جديد. خاوتي كيفاش حتى أنا رحت للموضوع، انا نقول لكم كيفاش. صالح كان مع نجيب بوراق، وصالح عنده اكثر من 10 سنوات في المكتب. نجيب بوراق جديد، صالح الفرطاس يروح. ها وليت نبحث نشوف في صالح فرطاس في الجريدة دار مقال على نجيب بوراق، دار مقال على رافع الامور تاع الرابطه. ايوي كما راكم تشوفوا هنا في المقال، بديت نقرا انا كاين مشكل، كاين مشكل. نجيب بوراق دركا يسموك تجاوبني، تعرف اش معناه يسموك تجاوبني؟ يسموك تجاوبني دركا كيفاش صالح الفرطاس راح. انت سحتي صالح الفرطاس ولا صالح الفرطاس اللي خلالك الوراقي وراح؟ نقول لك انا صالح الفرطاس ولا راح، باسكو انت انسان جاي وتقول الشباب ونخدم وندير انت وليتي في طموح سياسي. صالح الفرطاس وش قال لك؟ قال لك احنا انت جاي تخدم الرياضه مش جاي تخدم السياسه، وما تخلط ليش الرياضه مع السياسه. اوني داكور. هذا الانسان نجيب بوراق اللي جا زعما يخدم الرياضه، اللي راهو فريمون يعني كارت بلانش من عند وليد صادي، يعني جايكم في الموضوع تاعو مع وليد صادي. انسان جيتي تخدم الرياضه، انا رئيس رابطه عنابه انت، انا اعطيني وش درتي جديد، اعطيني درك وش درتي جديد، اعطيني. باسكو قبل ما ندير لك الفيديو رحت بحثت كلش وش درتي جديد. الناس هي تشكي منك، الناس قاعده تشكي منك، الناس هي تشكي منك. وثاني حاجه، انت يا اخي جيتي للرياضه ولا جيتي للسياسه؟ انا قبل يا مسيو نجيب 3 سنوات دخلتي للسبور عندك 3 سنين، دخلتي للسبور عندك 3 سنين. كيفاه وليد صادي يعطيك كارت بلونش ويثيق فيك هذيك الثقه كامله، وراك وليتي من اقرب الناس الى وليد صادي، راك من اقرب الناس، يعني نعرف اش نقول، راك وليتي من اقرب الناس لوليد صادي. على بالك وش يقولوا لي في قلبه ولا ما بالكش؟ قالوا لي يقعد يصوني التليفون يقول لهم الو او عيط لي صادي، يعني كل يوم خاوتي كل يوم يعيط له صادي، ولا من اقرب الناس الى وليد صادي. والطموح تاع الانسان هذا وش؟ قبل لي رشحتي روحك للبرلمان، نو راك مرشح الى البرلمان. انا ما نقولكش وعلى ترشح روحك للبرلمان، بس اخرج من الرياضه وروح رشح روحك للبرلمان. ودركا في الرياضه راك دير في حمله انتخابيه مع لي ديليغي، وليتي مع لي ديليغي دير في حمله انتخابيه، باسكو مرشح الى البرلمان. ما فهمتش درك انت راك في الرياضه ولا رايح البرلمان ولا في السياسه؟ فهمنا درك انت، لازم درك تفهمني. ولا قلت لكم موضوع حساس يا خاوتي هذا. راك باش انسان عنده بوست اكثر من 10 سنوات ياكل في الخبز مع سمير بشير وياكل في الخبز مع بودراعه، يسمح في البوست ويروح. انسان خادم الحاج مبراك الله يرحمه، وخادم مع بهلول، ودركا مع نجيب بوراق، يعني انسان اكسبيريونس كبيره، يسمح في البوست تاعو ويروح. ومن بعد يدير عليك مقال في الجريده ويتكلم باللي يشوف الناس اللي قاعده تشكي منك، راك فاهم، وخصم 2 نقاط للانديه وما على باليش وشي، ودخلتي مشاكل كبيره، وراك مرشح روحك للبرلمان. فهمنا درك، انا حاب نفهم، انا حاب نستفسر درك، انا درك حاب نستفسر. وش هي الضمانات اللي يعطيها لك وليد صادي؟ عندك ضمانات قبالي راك في علاقه كما يقول صادي انفانتينو، علاقه حميميه اخي هكذا. درك خاوتي هذا انسان جاي يخدم الرياضه ولا جاي يخدم السياسه؟ راك سيستها الحيه، نو راهي مسيسه الحيه. وما علاقته مش حاب ندخل لك في علاقات واحده اخرى، على بالك والله ماني حاب ندخل لك في علاقات واحده اخرى، بس حابين نفهموا درك حنا. على بالك باللي السيركوي خاوتي باش تعرفوا مليح، السيركوي تاع سمير بشير وتاع بودراع هذا وتاع صالح الفرطاس وتاع نجيب بوراق
على بالكم باللي من اقرب الناس ليهم طاحوا بالمخدرات. على بالك بها بوراقنا صديق من الناس من الجماعه دي طاح ب 28 كيلو تاع مخدرات. يعني كان امور كبيره. وقبالك دخلت انا دركا السياسه الشيخ، راك داخلها السياسه دركا. يعني من رئيس الرابطه دخلت لنا البرلمان، وليت يدير في حمله انتخابيه، ما على بالكش قاع درك بالفوتبول. علاقه راهي جدو واطيده مع وليد صادي من دوم الجزائر كامله راهو يبعد فيك منك راك رايح مع المولوديه منك رايح من يعني راهو فريمون بيان. والله غير عجبتني بعلاقه بيان. راح شوف اليوم راني درت لك موضوع باش تشوف خويا العزيز انطر صالح الفرطاس وانطر نجيب بوراق، وتشوف الشباب اللي يجيبوا لنا وليد صادي. الشاب هذا الله يبارك قال لك احنا باش نمثلوا صورة الشباب انك تجي تخدم الرياضة، مش تجي تخدم السياسة، مش تجي ترشح روحك للبرلمان وتبدا دير في حملة انتخابية. هادوهم اللي يخدموا الفوتبول في الجزائر، هادوهم اصحاب صادي اللي يديروا اللي جابهم لنا صادي الاطارات اللي راح ينظموا كرة القدم الجزائرية. الناس هذه جايه بطموح سياسي، راكم جايين بطموح سياسي، يعني دخلتوا من الرياضة باش تروحوا للسياسة. هكذا انا نشوفها هكذا يا خاوتي. اما الرياضة صادي ملي كان رئيس الاتحادية ولا وزير، هذا من رئيس الرابطة رشح روحه البرلمان والاخر من ويجيبوها لنا من بعد تلقى حافظ الدراجي رئيس جمهورية. سبحان الله يا ربي. راكم تشوفوا كيفاش يخدموا خاوتي. انا قاعد نقول لكم الناس هذه من الرياضة او ام داخلين من الرياضة ورايحين للسياسة. يعني حاط بوراق منا وحاط واحد منه وحاط واحد من وهم يرشحوا في رواحهم البرلمان، عم يديروا في شبكة ورايحة بالشوية. ابدا حط في البرلمان من وحبه حبك فاهم حتى يستولوا على الحكم. شتي كيفاش يخدموها؟ ما اطارات اللي يجيبهم وليد صالح بمشروع سياسي مش مشروع رياضي. سي بور سا ما نجحتش الرياضه، باسكو الانسان مش قاعد يخمم في الرياضه، راهو يخمم في البرلمان ويدير في الحمله الانتخابيه تاعو. وكاين منه الوف. انا جبت لكم مثال، هذا مثال تاع نجيب بوراق، هذا مثال وكاين كيفه في الجزائر نزيد نتكلموا عليهم. راكم فاهمين؟ شفتوا الاطارات يخدموا الرياضه تاع وليد صادي، هادو هم الاطارات يخدموا الرياضه في الجزائر. كيما تخدم الرابطه تاع النبه، هادو هم الوعود الكاذبه. الوعود اللي راح نخدم، حندير مكتب شباب وراح نطور الرياضه في الرابطه تاعي وندير وانت راك دير في حمله انتخابيه. اوني داكور. وعلى بالي واش صاري شوف دونك ما درتش الوعود تاعك اللي وعدتي بها. ما نقولكش ماذا يحك، ممكن السقوط تاعك راح كيما طلعتي فلاشه كيما راح تهبط فلاشه. ما نعطيكش واش كاين واش ما كانش. ممكن كيما طلعتي فلاشه راح تسقط فلاشه بعد باش تحطها في راسك مليح هذه. والعلاقه واش صاري في الاتحاديه وماذا يحك، انطر انت وليد صادي راني عابري بكلش داكور. ما لا اعمل حسابك النوميني نتايا ودور شويه بالفساد اللي قاعد يدور التمه، وفهم روحك يا سياسي يا رياضي، يا تخدم الرياضه يا تخدم السياسه. باش خاودي الفيديو هذا عبالكم ولا درته لكم ولا ما عبالكمش، باش تفهموا النوايا تاع السي وليد صادي هذا والاطارات اللي يجي فيها تخدم الرياضه، باش تعرفوا بركه واش جاي يدير صادي هذا. باش تعرف بركه هذه صغيره، هذه ديتاي صغيره بركه هذه، باش تعرفوا الناس هذه وين رايحه، والناس هذه البعد تاعها وين راهي وراها قاعده تحسب. وان شاء الله تكون اذان صاغيه هاك فاهم من الدوله تاعنا تسمع عنا، باسكو البروجي تاع الناس هادم ومش رياضه داكور. وكي جا مهدي خزار وحفيظ دراجي حبوا يستولوا على الحراش على جال القاعده الجماهيريه تاعها، مش عجل الرياضه، عجل السياسه. طموح تاعها ماذا او مخدوم لسنوات داكور. مالا هاني جيت شفت لكم موضوع صغير، وغدوه راح تشوفوا النوميني وراح تشوفوا مواضيع اكبر من الموضوع هذا. مالا نجيب بوراق انك في عين اعصار. الفيديو الثاني تاعك راح نخربش لك كلش، راح نخلط لك البلوس مع الموا. هذا الفيديو الاول. الفيديو الثاني راح تشوف حوايج بزاف. سلام عليكم.